احلى مسا على كل الناس، يا رب كل اموركم بخير، ويا رب كل اللي بيشوف الفيديو ده ربنا يفك كربه ويرزقه يا رب من حيث لا يحتسب. خليني كده في الفيديو ده اخدكم في جوله سريعه نعرف فيها وضع الدول العربيه الاربعه اللي هي قطر والسعوديه وتونس والمغرب، وعملوا ايه ووضعهم ايه بالظبط بعد ما انتهى دور المجموعات في مونديال قطر 22. اولا طبعا منتخب قطر، واللي للاسف جه على عكس كل التوقعات اللي الناس كلها كانت متوقعه منه، وعلى عكس كل الانجازات اللي عملتها الدوله في التحضير المشرف لكاس العالم. لان منتخب قطر بيحتل مراكز كويسه دوليا، لان هو الخامس اسيويا وعربيا ورقم 49 دوليا. وانا شايف من وجهه نظري ان الجيل ده من منتخب قطر ضيع على نفسه فرصه من الماظ في كاس العالم ده، لان هو يعتبر الظهور الاول لمنتخب قطر في كاس العالم، غير ان كمان دوله قطر هي المستضيفاه. كان طبعا الشعب القطري والشعوب العربيه كلها منتظره ان المنتخب القطري يظهر بصوره احسن من كده، سواء في الاداء او الاهداف او حتى الفوز. لكن للاسف على المستويات الثلاثه دي منتخب قطر لم يظهر الا بهدف وحيد براسيه محمد منتاري في ماتش السنغال. وانتهى مشوار منتخب قطر السريع في مونديال كاس العالم ب3 هزائم وهدف وحيد عشان يتزايل المجموعه بتاعته، ويبقى تاني منتخب بيستضيف كاس العالم وبيخرج من دور المجموعات بعد جنوب افريقيا في 2010. يمكن نتكلم بعض النقاد عن الظهور المخيب للامال ده بالنسبه لمنتخب قطر، ان الدوله اتجهت لتجنيس بعض اللاعبين في المنتخب، وده يمكن هو اللي ادى لعدم وجود حافز وطني يقدر يحفز اللاعبين ان هم يكسبوا الماتشات بتاعتهم ويظهروا بصوره مشرفه قدام دولتهم وقدام العالم كله. لكن اخيرا اتمنى لدوله قطر ولكل القطريين بعد التحضير المشرف لكاس العالم، وخاصه الالتزام بحدود ديننا الاسلامي، ان كل اللي جاي لقطر والقطريين والمنتخب القطري ان شاء الله يكون عناب. ثانيا السعودية يمكن هي كمان تزايلت مجموعتها برصيد 3 نقط و3 أهداف، رغم أن السعودية من أقوى المنتخبات العربية لأنها مصنفة السادس عربيا وآسيويا و51 عالميا، إلا أن السعودية بدأت بمباراة قوية جدا ضد الأرجنتين وقدرت أن هي تكسبها وتحصد أول 3 نقاط في المباراة الافتتاحية. لكن للأسف أنا من رأيي الشخصي أن كتر التهليل والتعظيم في المكسب بتاع مباراة الأرجنتين أدى أن اللي وصل رسالة غير مباشرة لكل بعثة المنتخب تقريبا أن خلاص هو ده آخر المشوار وأن احنا وصلنا للي احنا عايزينه. وبعدها طبعا بدأ التراخي من كل لعيبه المنتخب في المباراتين اللي بعدهم، وكان في استسلام كروي رهيب جدا واداء اقل بكتير من المباراه الافتتاحيه، وده طبعا كان نتيجته الخروج المبكر من المونديال بعد الامال العريضه اللي كان بيتمناها الجمهور السعودي ان هو يوصل لدور ال16، وضياع لذه الانتصار العظيم اللي حققته ضد الارجنتين في اول ماتش. لكن هنفضل نقولها دايما معاك يا الاخضر. ثالثا تونس يمكن بدأت على عكس السعودية، لأن هي بدأت بمباراة متواضعة قدام الدنمارك، يمكن اللي كانت تونس مسيطرة على الماتش كله، ضيعت من إيديها فرص سهلة جدا قدام منتخب الدنمارك المتواضع، وانتهى الماتش بالتعادل وحصدت نقطة من أول ماتش. بعدها جه ماتش استراليا، ويمكن الجون بتاع استراليا هو جاي يمكن رزق وحظ اكتر من ان هو ملعوب، لكن تونس برضو كانت مسيطره على الماتش وضيعت اهداف كتير. ويمكن انا كنت ملاحظ في المونديال ده ان تونس كانت فقيره جدا في انهاء الهجمات باهداف، لان منتخب تونس ضيع فرص كتير، وكان عنده فرصه كبيره ان هو يقدر يكسب الماتش بتاع الدنمارك وماتش كمان استراليا، لكن للاسف اتعادل في ماتش وخسر في ماتش. وجي الماتش الاخير قدام منتخب فرنسا، وده انا من رايي الشخصي كنت متوقع بصراحه ان تونس هتتهزم بنتيجه تقيله قدام منتخب مصنف رابع عالميا بعد البرازيل وبلجيكا والارجنتين. لكن بصراحه ساعتها ظهرت الجرينتا وشخصيه منتخب تونس الحقيقيه، وقلبوا نسور قرطاج كل التوقعات، وقدروا ان هم يتغلبوا على منتخب فرنسا ويقدموا مباراه ولا اروع كنا منتظرينهم منهم بصراحه في المباراتين الاولانيين. وبكده ختم منتخب تونس مشواره في المونديال بخروج مشرف ولا اروع، وبسجل تاريخي هيفضل طول العمر، وان هو اتغلب على منتخب زي منتخب فرنسا، وختم مشواره في المركز الثالث برصيد 4 نقط وهدف وحيد. وطبعا في الاول وفي الاخر برشا تونس. واخيرا المغرب، أسود الأطلس أحسن من مثل العرب لحد دلوقتي في مونديال قطر في دور المجموعات. وبصراحة يمكن مشوار المغرب مشوار مشرف جدا لحد دلوقتي، إن هو قدر إن هو في أول مباراة يتعادل سلبيا مع كرواتيا، وبعدها اتغلب على بلجيكا والمصنف دلوقتي الثاني عالميا واللي هي مش جديدة عربيا يعني، وبعدها اتغلب على منتخب كندا وقدر ان هو يصعد لدور ال16 متصدر المجموعه بتاعته برصيد 7 نقط و4 اهداف. وده كله جه مع تقديم بصراحه اداء ولا اروع في 3 ماتشات، لان انا من رايي الشخصي ان المغرب دايما بتتمتع بروح وشخصيه البطل، لان المغرب يمكن فيها اكتر عدد محترفين في الدوريات الاقوى في العالم زي الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي، وده يمكن مخليهم على درايه اكتر بطريقه اللعب العالمي سواء دفاعيا او هجوميا، ومخليهم على درايه ان هم يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الماتشات ذهنيا تكتيكيا. وده يمكن اللي احنا دايما بنتكلم عليه، ان دايما لازم ان احنا
نحترف ونخلي اللعيبه بتاعتنا تحترف اكتر في الدوريات القويه، علشان نقدر كل دوله يكون عندها منتخب قوي. وان شاء الله بالروح والشخصيه دي يقدروا يتغلبوا على الماتش الصعب اللي جاي، لانهم هيقابلوا منتخب مصنف السادس عالميا وهي منتخب اسبانيا. زي ما قال وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، احنا ليه ما ناخدش كاس العالم؟ وهي دي الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها، ويحققوا المستحيل فعلا. وعشان كده احنا كلنا كمصريين وعرب بنشجع المغرب ان شاء الله، وان هي توصل لابعد من كده في مشوار المونديال، وانها ممكن فعلا تحقق المستحيل بالشخصيه بتاعتها يعني ان شاء الله. وديما المغرب، ديما 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 مغرب، ديما ديما يا بلادنا يا عظيمة، حبك يجري في دمي يا حورة يا كريمة. وختاما بصراحة عايز أقول من كل قلبي ألف شكر لمونديال قطر، إن هو فعلا أظهر المشاعر الحقيقية للشعوب العربية بينها وبين بعضها، من محبة وأخوة وتشجيع وتحفيز لكل المنتخبات العربية من كل الجمهور العربي. ويمكن ده الصورة اللي احنا عايزين نظهرها للعالم كله. لحد دلوقتي احنا ما شفناش حتى ولو خلاف ولا مشكلة بسيطة ظهرت بين الجمهور العربي يقدر يشمت بيها العالم بسببها، لكن هي دي الروح والمشاعر الحقيقية اللي احنا فعلا عايزين نوريها ونعرفها للعالم كله، بعيد عن اي مواقف او خلافات ظهرت قبل كده بسبب تعصب كروي او تعصب سياسي. لكن هي دي الروح الحقيقية فعلا بين الشعوب العربية، واللي هتفضل بإذن الله على طول في محبة وأخوة بيننا وبين كل أشقائنا العرب. فألف شكر بصراحة لمونديال قطر على كل حاجة أظهرها للعالم كله عن العرب وعن المسلمين. وخير الختام الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.